دكتور رمضان، انا كنت عايز اتكلم مع حضرتك عن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. يعني اعظم عند الله من جبريل، الله أكبر. واعظم عند الله من ابراهيم الخليل، الله أكبر. واعظم عند الله من موسى الكليم. كيف تدلل على ذلك؟ كيف ندلل على ذلك؟ الله يا دكتور عمرو، أعظم من خلق الله عز وجل، أعظم خلق الله على الإطلاق من ملائكة، وأعظم من كل الملائكة، أعظم من كل الجن، أعظم من كل البشر، سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وما أعطى الله عز وجل بنص كلام الإمام الشافعي: ما أعطى الله نبيا شيئا إلا وأعطى محمدا ما هو خير منه. فبيقولوا له يا جبريل، يا إمام يا شافعي، كان لعيسى إحياء الموتى، قال كان لمحمد حنين الجزع، إحياء خشب أعجب. قالوا له كان لموسى فلق البحر، قال كان لمحمد فلق القمر. قالوا له كان لموسى نبع الماء من الحجر، قال كان لمحمد نبع الماء من بين أصابعه. قالوا كان لسليمان تسخير الرياح، قال كان لمحمد رحلتي الإسراء والمعراج. النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من سيدنا جبريل. دليلين: في رحلة الإسراء والمعراج لما سيدنا النبي ركب البراق، مين اللي ماسك البراق؟ سيدنا جبريل. نعم. يعني كأن سيدنا جبريل هو الخادم لسيدنا النبي. لذلك الإمام عبد الله الشبراوي كان شيخا للأزهر وكان شاعر قوي، بيقولوا له ليه لم تمدح آل البيت؟ فقال أبيات شعرية غريبة جدا. قال لي قائل: ما لي أراك تهوى آل طه وترتجيهم، كان حقا عليك تنفق العمر مدحا فيهم وفي من يواليهم. قلت ماذا أقول والكون طرا يستمد الأنوار من أيديهم، أنا لا أستطيع مدح قوم كان جبريل خادما لأبيهم. الله أكبر. الله أكبر. سيدنا جبريل لما وصل سيدنا النبي إلى سدرة المنتهى ما لقيش جبريل حواليه، فبيقول له إيه؟ إذا دخلت اخترقت وأنا إذا دخلت احترقت. الله ينور عليك. فيسمع النبي النداء من العلي الأعلى: تقدم يا محمد فأنت على بساط أنس الله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. بأقدامه في حضرة القدس قد سعى، رسول له فوق المناصب منصب، بأعلى السماء أمسى يكلم ربه، وجبريل ناء والحبيب مقرب. اللهم صل. تدانى فأدناه للعرش ربه، ونادى تقدم يا وحيد محبتي، تلذذ بنا واسمع لذيذ خطابنا، وعينيك نزه في عجائب قدرتي، ترى العرش والكرسي والحجب قد بدت لديك، وأنواري عليك تجلتي، تقرب ولا تجزع وأقبل ولا تخف، وسل تعطى عبدي أنت سيد صفوتي. اللهم صل عليه. فسيدنا النبي أعظم من جبريل. طب سيدنا النبي أعظم من الكليم موسى؟ بنص القرآن، لأن سيدنا موسى طلب أن يرى ربه، إنما سيدنا النبي محمد طلبه ربه. فرق بين الطالب والمطلوب. سيدنا موسى قال رب اشرح لي صدري، سيدنا النبي محمد ربنا قال له إيه؟ ألم نشرح لك. لم ينتظر إنه يطلب، ده شرح الصدر قبل الطلب. سيدنا موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك، ربنا قال له إيه؟ لن تراني. سيدنا النبي قال الله عنه: ما زاغ البصر وما طغى، ولو قارنت لفظة لن تراني بما زاغ البصر وأنت معنا، فموسى خر مغشيا عليه وأحمد لم يكن ليزيغ ذهنا. الله أكبر. الخليل محمد أعظم من الخليل إبراهيم، ما هم الاثنين نالوا شرف الخلة. نعم. ما هو سيدنا إبراهيم خليل، الخليل إبراهيم معروفة، لكن سيدنا محمد الخليل طبعا خليل الرحمن، وخلته أعظم بنص حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الرحمن. نص الحديث. يعني سيدنا النبي خليل الرحمن، وخلة سيدنا النبي محمد أعظم عند الله من خلة سيدنا إبراهيم.
نجيب أدلة من القرآن 5 يا دكتور عمرو. اتفضل. الخليل إبراهيم يصل لخليله بالواسطة فكان قاب قوسين أو وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. إنما الخليل محمد يصل لخليله بلا واسطة فكان قاب قوسين أو أدنى. الخليل إبراهيم تكون مغفرة ذنوبه في حد الطمع، يعني طمعان والذي أطمع أن يغفر لي. إنما الخليل محمد مغفرة ذنوبه في حد اليقين، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. الخليل إبراهيم قال حسبنا الله ونعم الوكيل نعم. في المحنة. نعم. إنما الخليل محمد ربنا قال له يا أيها النبي حسبك الله. الله أكبر. الله الخليل إبراهيم قال ولا تخزني يوم يبعثون. الخليل محمد ربنا قال له يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. الخليل إبراهيم قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الخليل محمد ربنا قال له ورفعنا لك ذكرك. ينزل عليه سيدنا جبريل يقول له يا محمد أتدري بما رفع الله ذكرك؟ قال له الله أعلم. قال له السلام يقرئك السلام ويقول لك رفعت ذكرك بأني جعلت اسمي لا يذكر إلا ومعه اسمك. لا إله إلا الله سيدنا محمد